السلام عليكم على احلى مشاهدين، وحشتوني كتير. هنعمل مع بعض النهارده وصفه جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم طعمها خرافه. مش هنحتاج فرن ولا هنحتاج توريق ولا يعني مش هتاخد. عايزه اقول لكم هنعملها بطريقه سهله جدا جدا جدا، واي حد مبتدئ هتطلع معاه. لو اول مره تجربي الوصفه دي هتطلع معاكي من اول مره ناجحه معاكي. هنعمل الفطير الحلو زي ما انتوا شايفين كده معايا، وهنعمله بقى مورق وحلو جدا بطريقه سهله قوي. لو مش بتعرفي تورقي فطير هقولك على طريقه هتعجبك جدا جدا جدا. طريقه سهله قوي مش تاخد اي وقت. يلا بقى نخش على المقادير. معايا هنا 5 كوبايات من الدقيق. انا معايره بكوبايه من كوبايه الشاي، فهعاير 5 كوبايات من كوبايات دقيق. طبعا هنخل الدقيق كويس قوي عشان خاطر يطلع معايا يديني نتيجة حلوة. تمام، ما يكونش فيه اي تكتلات. الافضل طبعا ان انت تستخدمي دقيق فاخر، اللي هو او دقيق متعدد الاستخدامات. تمام، بيدي نتيجة حلوة قوي قوي في الفطير اللي احنا هنعمله النهاردة. هحط بقى 5 كوبايات دقيق، هحط عليهم معلقتين من السكر، وهحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهحط حوالي كده 5 جرام من الفانيليا. يعني حوالي برضو كده شوية من الفانيليا. زي ما انتم شايفين دي الفانيليا معايا. حطيت حوالي كيس كده من الفانيليا. وهحط بقى هقلب بقى المكونات الجافة دي الأول، وهجيب مية دافية معايا. طبعا دفي المية على النار تدفى بس معايا كده ونبدأ نستخدمها. معايا هنا هنزل بكوباية ونص من المية. نزلت أول حاجة بأول كوباية مية، وهبدأ إن أنا هقلبها لحد لما الدقيق يتشرب المية، وهنزل بالنص كوباية الباقية. تمام. فالافضل ان انت في النص الكوبايه الباقيه انزلي بربعها، وبعدين انزلي بالربع التاني لحد ما تلمي معاكي العجينه عشان تظبطي معاكي العجينه. تمام. ممكن نص كوبايه الميه تقل معلقتين او تزيد معلقتين ميه على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. تمام. المهم معاكي لحد لما تلم معاكي العجينه. انا اخدت معايا بالظبط كوبايه ونص من الميه. هعجن بقى العجينه كويس لحد لما تلم معايا كده. خلاص بقت العجينة جاهزة معايا. اخر خطوة بقى هعملها في العجينة، هحط معلقتين من الزيت، معلقتين 2 بس من الزيت. لو العجينة لمت معاكي وبقت تمام معاكي خلاص هحط بقى معلقتين من الزيت. وهبدأ بس ان انا هجمع العجينة. معلقتين الزيت هنا فايدتهم ان هما ما بيخليش العجينة تعمل معاكي قشرة من على الوش لما نريحها شوية. تمام، ما تجفش معاكي وما تعملش قشرة من على الوش. بس كده خلصت العجينة. سبتها ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. ومعايا هنا سمنة بلدي، معايا حوالي نص كوباية من السمنة البلدي على ربع كوباية من الزيت. تمام. هبدأ بقى هنا معايا رشة دقيق عشان هظبط عليها العجينة. هي العجينة على فكرة مش محتاجة دقيق ولا اي حاجة، بس انا حطيتها احتياط عشان ما تلزقش معايا. تمام. هبدأ بقى افرد العجينة وهقطعها زي ما انتوا هتشوفوا كده، قطع كبيرة او قطع صغيرة زي ما انتي حابة. يعني انا عاملة الفطير متوسط، ولا هو اللي كبير قوي ولا هو اللي صغير قوي. انتي ممكن تقطعي اصغر شوية او ممكن تقطعي اكبر شوية. تمام. هبدأ بقى هنا. انا بعد ما قطعت الدقيق قطعتهم، قطعت العجينة قطعتها حوالي 8 قطع من الفطير. تمام. هبدأ بقى اكورها زي ما انتم شايفين كده، بلمها واعمل لها على شكل، وبعملها كده على شكل كورة زي ما انتم شايفين كده معايا. تمام. وهسيب برضو الكور تريح 5 دقايق كمان. تمام. وهاخد اول كورة انا عملتها هشتغل فيها. باخدهم كده بالتدريج من اول كورة لاخر كورة. هبدأ بقى في المرحلة دي. انا طبعا بعد ما عملت الكور الحتة دي ما اتصورتش معايا. جبت كده السمنة او الزيت اللي معايا ورشيت يعني حطيت على الكور رشة كده من السمن بايديا عشان خاطر ما تعملش قشرة والعجينة تجف معايا من على الوش. هوريها لكم كده وانا شغالة في وسط العجين. جبتها لكم برضو وانا بصور العجين. هبدأ بقى هنا معايا اول كورة انا استخدمتها. دهنت طبعا الرخامة معايا من السمنة، وبدأت بقى ان انا افرد اول كورة معايا. طبعا هفردها كده زي ما انتم شايفين معايا بالنشابة. النشابة هتسهل عليكي الفرد جدا بدل ما تفرديها بايدك. وكمان ممكن كمان تستخدمي الطريقة دي في الفطير المشلتت، حلوة قوي قوي. الفطيرة بتطلعها مظبوطة معاكي وما تتقطعش معاكي كتير. لو انت ما بتعرفيش تفردي العجين افرديه بالنشابة. بنحط سمنة زي ما انتم شايفين كده معايا،
والنشابه برضو دهناها بالسمنه، وببدا افردها معايا. ببدا افرد بقى لحد لما تلاقي كده الرخامه بدات تبان معاكي، خلاص كده انا وصلت ان هي بقت شفافه معايا. هبدأ بقى بعد ما فردت العجينة كويس زي ما انتم شايفين كده معايا، هجيب بقى احط ايدي في السمنة، وابدأ ان انا ادهنها كويس قوي بالسمنة والزيت. انا ممكن تستخدمي سمنة بلدي بس، او ممكن تستخدمي سمنة بلدي على زيت زي ما انا مستخدمة. تمام. والافضل ان احنا نستخدم زيت نظيف ما يكونش ليه اي ريحة، يكون زيت ذرة نظيف. هبدأ بقى ان انا اول ما هطبقها على 4 مرات. هطبق من كل جنب مرة. تمام. وبعد ما اطبق على كل جنب هدهن بالسمنه، وده اخر جنب معايا دهنت سمنه. وبعد كده هبدا ان انا هتنيها كده. عملتها على شكل مربع. هعمل معاكم واحده تانية عشان تبقى واضحه معاكم الطريقه. هجيب معايا كده واحده تانية، وهبدا ان انا اهو حطيت عليها شويه من السمنه والزيت، وهبدا ان انا هفردها. لو حسيت ان الرخامه كده معاكي ما فيهاش سمنه، ادهني دهنه بسيطه كده من السمنه. بس هبدا بقى ان انا هفرد زي ما انتم شايفين كده معايا. بعد ما افرد العجينه كويس قوي هحط سمنه، وكل ما اطبق جنب هحط سمنه، عشان هي دي اللي هتديني التوريقه المظبوطه. شايفين بتتفرد معايا بكل سهوله جدا. العجينه بجد حلوه قوي قوي، وبتتفرد معايا بكل سهوله. هبدأ بقى في المرحلة دي بعد ما فردت العجينة كويس هحط السمنة زي ما اتفقنا، وبعدين هبدأ هقلب كده من كل جنب. ممكن اقلب الجنب ده والجنب اللي قصاده والجنبين التانيين. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. وده اخر جنب انا هقلبه كده. خلاص بقى بعد ما هجهزهم بحطهم كده جنبية. هبدأ بقى بعد ما اخلص كل الكمية هبدأ اسويهم، عشان بعد ما اخلص كل الكمية تكون اول فطيرة معايا ارتاحت، وابدأ بقى ان انا اسويها. تمام. فان احنا برضو يعني ما اعملش واسوي على طول، لا اسيبها ترتاح شويه معايا. بقى هنا صينيه دهناها من السمنه. عايزه اقول لكم صينيه بحطها على النار، وهنبدا ندهنها بالسمنه، ونبدا نحط فيها فطيرتين او 3 على حسب ما تشيل معاكي. وكل دقيقه كده بقلبها على الناحيه التانية، يعني كل ما يعدي دقيقه اقلبها او اقل كمان. والفطير هنا معايا بيشرب معاكي السمنه، فكل ما يشرب معاكي السمنه نحط شويه سمنه كمان، معلقه من السمنه كمان. تمام. هبدا بقى اهو انا بسويها على نار متوسطه او نار هاديه، يعني بلاش نار عاليه عشان ما تتحرقش منك ما تستويش من جوه. وعايزه اقول لكم انت بتسويها كده بتتنفخ معاكي كده، فده بقى يعني نتيجه ان هي كده ناجحه معاكي. مش عارفه بقى يعني النفخ باين معاكم وهي بتتنفخ ولا لا. انا هحاول هرفعها لكم شويه كده عشان يبان معاكم بتتنفخ معايا ازاي. شايفين منفوخه معايا ازاي اهي. بحاول كده ابين لكم هي قد ايه منفوخه وحلوه قوي معايا. تمام. خلاص هي عايزه اقول لكم ما تاخدش وقت خالص على النار، يعني كل الفطير خلصته ما خدش معايا ربع ساعه، كنت مخلصاهم كلهم. هسوي معاكم 3 تانيين وبعدين هنكمل بقى الباقي. معايا هنا صينيه حطيت بقى شويه من السمنه عشان الفطير وهو بيستوي معايا بتشرب السمنه. هحط بقى هنا فطيرتين. هحط معاهم كمان فطيره تالتة تستوي معاهم. تمام. وهوريكم كده وانا بسويهم كل دقيقة بنقلب على الناحية التانية يعني. وهنا بقى بعد ما تبدأ تتشمع معايا من تحت كده وتاخد لون هبدأ اقلبها على الناحية التانية، وهسيبها دقيقة واقلبها على الناحية التانية على نار زي ما اتفقنا متوسطة او نار هادية. تمام. عشان لو على نار عالية هتتحرق معايا ومش هتستوي من القلب. هبدأ بقى هنا برضو بعد ما تبدأ تاخد لون هوريكم هي بتتنفخ معايا ازاي. شايفين بجد تحفه يا جماعه، جميله قوي قوي. جربوا الوصفه دي، جميله جدا جدا وهتعجب اولادكم جدا، يعني كبار وصغيرين. بجد جميله جدا. يعني بقلب الفطيره كده على حوالي 4 مرات. تمام. تتشمع واقلبها وبعدين هقلبها تاني وارجع اقلبها اخر تقليبه زي ما انتم شايفين كده معايا. وهنا خلاص بقى بعد ما خلاص قربت تستوي على اخر ناحيه بقى هقلبها وهسيبها كده تاخد لون وبعدين هطلعها.
بطلعها بقى وهي سخنه كده، هبدا احط عليها عسل ابيض وهحط عليها الشوكولاته. انا مستخدمه شوكولاته خام وسيحتها على حمام ميه، يعني حطيت تحتيها ميه سخنه كده وعلى نار هاديه، وبحط الشوكولاته في طبق واحطها في حمام الميه واسيبها بقى تسيح براحتها. تمام. هبدا بقى خلاص هنا الفطير اخد معايا اللون كده وقب وبقى حلو قوي. بعد ما طلعته وهو سخن كده هحط عليه العسل عشان العسل يسيح عليه كده ويتشرب، وهو سخن كده يتشرب معايا الايه العسل. تمام. يعني على كل فطيرة حطيت معلقة عسل. والشوكولاته بعد ما بتسيح معايا، انا سيحت الشوكولاته في حمام الميه وحطيت عليها معلقتين من السمنه البلدي عشان الشوكولاته ما تنشفش معايا بعد ما احطها على الفطير. انا عايزاها تبقى قوامها متماسك شويه، فحطيت عليها معلقتين من السمن البلدي. وبعد كده حطيتها في كيس كده من كيس التلاجة، وبدات ان انا احط كده في كل فطيره كميه، وهبدا بالمعلقه بقى هساوي الشوكولاته. انا الشوكولاته دي كمان ضفت عليها شوكولاته شيبس، يعني قطع شوكولاته شيبسي كده صغيره، اللي هي بتستخدم في الشوكولاته صغيره كده، ضفتها مع الشوكولاته تدي برضو طعم حلو قوي للوصفه. بجد لو الوصفه عجبتكم ما تنسيش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس بالكل، ومتنساش نعمل لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.